بيستوعب إن ده الحجر اللي سيون كان بيتكلم عنه وقال إنه سرقه منه. سو بيحس إنه ممكن يعمل مشاكل مع سيون بسبب الحجر ده. هو بيكلم نفسه وبيحط إيده على القطعة الخشبية اللي ختمت مخزن الأسلحة وبيكسرها بالغلط. بيتفاجئ لما بيلاقي حجر تاني زي الحجر اللي معاه موجود جوه القطعة الخشبية. لما بيمسك الحجرين وبيحطهم جنب بعض، الحجرين بيندمجوا وبيكونوا كورة شكلها غريب. شو ما كانش فاهم أي حاجة، بس بيسمع صوت لان بتقول إنها صاحية وهو لسه ما نمش، عشان كده بيعمل نفسه نايم. بعدها لان بتبص عليه وبتتأكد إنه نايم وبتنط من الشباك. أول ما بتمشي، سو بيحس إن لان بتعمل حاجة غريبة، فبيقرر يراقبها ويشوفها رايحة فين. فعلا بيفضل ماشي وراها عشان يعرف هي رايحة فين، لكن لان بتاخد بالها منه. بنرجع لسو واللي كان ماشي في الغابة عشان يرجع لبيته. وقتها كانت لانج لسه بتراقبها والشخص التاني بيراقبها كمان. لان كانت عايزة توصل لغراب الدم، بس الفراشة ربما تشير للان أو شخصية أخرى بتحس بصداع في دماغها من قلة الراحة زي ما حصل معاها قبل كده، وبتقع على الأرض وبتقول إنها لازم تحذر غراب الدم قبل ما لانج يوصله. فبتستعمل آخر قوتها وبتكونها على شكل فراشة من الضوء. بعد ما بتخلقها بتبدأ تستعمل سحر غريب، وبتكون عايزة ترجع طاقتها الروحية اللي خلصت عن طريق إنها تستمد الطاقة من الغابة اللي حواليها. على الناحية التانية، سو بيكون ماشي في الغابة وكان متضايق عشان لان هربت منه وما قدرش يراقبها ويعرف هي رايحة فين. بس وهو ماشي بيشوف ضوء غريب طالع من الغابة بعد ما خلعت الرداء بتاعها، وبيقول في نفسه إنه شاف الضوء ده قبل كده. بتاخد بالها منه وبتوقف اللي بيحول شكلها الراجل. سو على طول بيروح وبيطمن عليها وما بيكونش عارف هيصحيها ازاي، لكنه بيقول في نفسه انه هياخدها لبيته بتاعه. بس وهو بيتجول في المكان شاف بنت صغيرة وسط النار، ويعرف على طول انه بيشوف ذكريات لان، وبيعرف انها كانت يتيمة بس في ست خدتها وربتها من يومها، وهو بقى يعتبرها امه وحتى هيتكلم على ذكرياتها. فعلا بياخدها البيت بتاعه وبيقول في نفسه إن البنت دي جميلة جدا وهي نايمة. بيلاقوا نفسهم في وضع غريب، فلان بتفهم إن المكان المدمر ده بيكون مكان عشيرة قديمة اسمها عشيرة لو اللي كانت موجودة في نفس المكان. وبتشوف سو بيقولها لو مش هيقول لحد إنه شافها أو حاجة غريبة. ولان أول ما سمعت صوت باي هربت من مكانه. ولان لما بتسمع قصته بتتأثر بكلامه وسابت لسو القلادة دي. وسو على طول بينادي باي عشان ييجوا ويفكوه من النباتات اللي ربطاه. التطور، الجواسيس والأكاديمية. في اليوم التاني لانج شغال معاه ويستنى شوية لحد ما يعرف الجواسيس عايزين من الأكاديمية بتاعتهم إيه. المدير بيسأله عن المعلومات اللي جمعها، فبيقوله إن في بنت متنكرة على شكل راجل جوه الأكاديمية وبتكون واحدة من الجواسيس. بنروح لسو اللي كان عمال يلف حوالين نفسه وبيتسائل وبيقول هي البنت اللي كانت معايا امبارح اختفت فين. وبنشوف اللي موجود على مكتب المدير صورة لان والواد اللي اسمه ساشي والبت رن. وسو بيوريها القلادة اللي معاه وهو بيفكر، بس سو بيسألها لو كانت شافت بنت لابسة القلادة دي قبل كده من صحابها البنات اللي في الأكاديمية اللي لان سابتها له امبارح. بيقولها إنه ما يعرفش اسم البنت اللي هو بيدور عليها، لكن اسم العشيرة بتاعتها بيكون عشيرة لو. بس امبارح في بقه بتتفعل مرة واحدة وبتطلع النباتات وبتبدأ تقدر تلغي اللعنة دي وبتعالجه. وسو بعدها بيشكرها. تضغط على قلب سو. الواد طبعا بيكون خلاص هيموت، وبنعرف من في الوقت ده لان كانت بتراقبهم. سو بعد ما بتطمن عليه بتقول له خد بالك على نفسك. أقوى العشائر في العالم من فترة طويلة بس. المهم بعدها شاو بتروح لبيونج وبتسأله إذا كان يعرف حاجة عن عشيرة اسمها عشيرة لو. ونعرف منه أخيرا إن أعداء أكاديمية تيانو هو معبد اسمه مويو، والحرب الأخيرة ضد أعدائهم العشيرة دي اتبادت. على طول بعدها سو بيوصل المكان وبيوصل المعبد ده، هو اللي بيكون مسؤول عن الخراب اللي بيحصل في العالم لأن ملك التنانين هو اللي أسسه. وأول ما بيمشي بيونج بيديله الخريطة دي. حد من معلمي فنها بيبصله بصة كلها خبث، وشكله كده تعاون مع مجموعة القوة المطلقة بتاعة شانغ عشان يتخلص منه، وكأنه القائد بتاعهم. وده لأن بيونج هو اللي بيكون مسؤول عن تلاميذ السنة الأولى. لكن بعدها سو بيوصل فعلا لمكان الاختبار اللي موجود على الخريطة، لكنه ما بيلاقيش حد هناك. وأظن إنك بكده فهمت يا صديقي. المعارك والخيانات. مرة واحدة أتباع مجموعة القوة المطلقة بتاعة شانغ بيهجموا عليه. فضل يهد هجماتهم بكل سرعته، والاتنين دول بيقولوا له إنه يسلمهم حجر النيازك حالا. وسو ما بيكونش عارف هو هيتصرف إزاي في الموقف ده. والاتنين دول بيهجموا عليه.
الاتنين دول بيكونوا أغمى عليهم لأنهم تصادموا مع درع الطاقة مباشرة، لكن في آخر لحظة سو بيفعل درع من الطاقة على نفسه، بس بيظهر في المكان الشخص المقنع ده وهو بيقوله إنه لو استخدم قوته بشكل غلط فجسمه هيتدمر. على الناحية التانية باي بيتعصب عليه وبيقوله اللي سو دلوقتي ممكن يكون وقع في مشكلة عشان يدوروا عليه. الشخص المقنع اللي قدامه بيقوله إنه في الحالة بتاعت جسمه دلوقتي لو استعمل قوته وتخطى حدوده فهو هيموت، وبيسأله لو كان حجر النيازك موجود معاه. وسو أول ما بيسمع كده بيقوله إنه أكيد واحد من أتباع مجموعة القوة المطلقة. القطعة الخشبية اللي حصل عليها من مخزن الأسلحة، والاتنين اندمجوا مع بعض. والمقنع أول ما بيعرف كده بيفرح جدا وبيقوله إن حجري النيازك اللي معاه هم مجرد مفتاح للوصول لتنين نادر موجود من آلاف السنين اسمه التنين الأسطوري. وبيقوله كمان إنه دلوقتي لازم يمشي، بس المقنع بيقوله إنه لو كان من مجموعة القوة المطلقة كان زمانه خلص عليه، وبيسأله مرة تانية لو كان الحجر معاه. بشوفه بيرد عليه وبيعرفه إن الحجر معاه فعلا، بس بيديله حبة الطاقة دي وبيقوله ياكلها لو مش عايز يموت، عشان أتباع مجموعة القوة المطلقة قربوا يوصلوا. بس سو كان بلع حبة الطاقة وقوته رجعت له من تاني وقدر يهزمهم بكل سهولة. على طول أتباع مجموعة القوة المطلقة بيوصلوا وبيهاجموا وبيمسكوا، بس بيطلع اللي ماسكه ده مجرد دمية وفي حد كان بيتحكم فيها. ولانج بيقول إنه لازم يبلغ مدير الأكاديمية باللي بيحصل، وبيروح بقى للمقنع واللي كان ماشي في الغابة. ولانج بيفتكر الكلام بتاع المقنع، ولما بنرجع لسو لان وباي ولان قدروا يلاقوه. أكيد المجموعة دي بتستهدفه عشان هو هزم صاحبه سيون في القتال لما قال له إن أحجار النيازك اللي معاه هم مجرد مفتاح للوصول للتنين الأسطوري. بس وهم بيتكلموا فجأة بيظهر صخرة كبيرة من فوقيهم وبتكون هتقع عليهم، لكنهم بيقدروا يتفادوها بالعافية. وبيكون اللي حدف عليهم الصخرة دي هو قائد مجموعة القوة المطلقة المعلم شانغ. وشانغ بيقول للسو إنه جاله بنفسه عشان يخلص عليه، وهو بيظهر صخرة تانية من العدم وحدفها عليها. ولان بتحاول تهاجمه بهجومها، بيكون عايز يحبسها لكن كمان بيحوطها بصخور كتير في السكينة بتاعته ويفجرها. الصخور دي تقع عليها من فوق وتقتلها، بس شانغ عن طريق قوته وبعدها بيرمي على شانغ سكاكين المتفجرة اللي معاه وتنفجر فيه، بيردها له ويدمر كل مخططاته. وهو بيقول لسو إنه ضرب أتباعه وبيهاجمه وشنقه، وعشان كده شخص زيك استحالة أسيبه يعيش. بس في اللحظة دي لان بتقدر تحرر نفسها من الصخور اللي كانت محوطاها، بيقدر يتصدى هجومها لكنه بيقدر يتصدى كل هجماتها. عشان كده لان بتغفله وبتخرج النباتات من تحت منه وبتقدر تمسكه وبترميه لبعيد. تمسك سو عن طريق النباتات قبل ما يقع في الوادي، بس شانغ بيرجع لهم من تاني والتلاتة بيحاولوا يهربوا، لكن في قوة غريبة بتسيطر عليهم وبتشلهم. وبتقدر تلاقيه بعد ما اندمج مع الحجر التاني، وطلعت اللي عملت كده هي رين عن طريق قوة عينيها، وبيكون معاها ساشي، وبكده بقى معاه المفتاح اللي يقدر يوصله للتنين الأسطوري وبتديه لشانغ. وشانغ أول ما عرف إن الحجر النيازك اندمج مع الحجر التاني بيفرح جدا لأنه هيخلص عليهم حالا، وعلى طوله بيقول كمان أخيرا هقدر أسيطر على أكاديمية تيانو. هيهاجم بيهم بالصخور بتاعته، بس في آخر لان رين استعملت قدرة الشلل بتاعة عينيها وشلت حركة شانغ. الصخور تسيبهم، وطبعا غراب الدم هو اللي بيكون مديهم القوة المردية. شانغ بيكون مصدوم وبيسألها هي ليه شلت حركته. المهم شانغ بيتعصب منها وبيهجم عليها بالصخور بتاعته، بس بيتصدى هجومه قبل ما يسيبهم وسو. وباي ولان الشلل كانت شلبة عليهم وبيهربوا من المكان، بس وهم بيهربوا وشانغ كان هينزل عليهم بصخرة من السماء عشان يخلص عليهم، لكن ساشي بيدمرها ويخربها. المهم وبعد شوية بتعرض عليه إنه ينضم ليهم، وكمان كانوا بيسرقوا الأدوات السحرية والكنوز بتاعة الأكاديمية. وقت الحراس بتوع الأكاديمية بيكونوا قبضوا على كل أفراد مجموعة القوة المطلقة، لكنه أول ما بيدخل الزنزانة بيضحك ضحكة خبيثة وكأنه مخطط لحاجة، ويتم الحكم عليهم بالحبس لمدة سنة كاملة. اللي كان معاه بيوديه لمدير الأكاديمية، وبشكل كده صديق رين قدرت تقنعه إنه ينضم ليهم. بنروح لشو، هو بيشوف لان خارجة من البيت فبيشكرها عشان هي ساعدته، وبيقول له اتحقق منه إذا كان حقيقي ولا مزيف، وبيقول له النهاردة وأنقذته من الموت.
وبعد ما بيخلص كلام معاه يخليهم معاه لأنه هيحتاجهم طبعا، والشخص المقنع ظهر والظابط. المهم بعدها بنشوف لان بعد ما راحت عشان تقابل غراب الدم. طب هل بكده يا صديقي الأحجار المندمجة اللي مع المدير مزيفة ولا إيه؟ دايوم بيجمع تلاميذ السنة الأولى وبيقولهم إن ميعاد الاختبار النهائي اللي هيأهلهم للسنة التانية قرب. غراب الدم بيقول لان إنها لازم تستمر في حماية سو بأي طريقة، وكمان تتدرب وتزداد قوة عشان تقدر تحميه من أي عدو قوي. فبتقوله تمام وبتسيبه وبتمشي. على طول كل التلاميذ بيبدأوا يستعرضوا مهاراتهم، وعشان كده لازم توروني. وسو بيحاول يخرق قوته الروحية بس الموضوع بيكون صعب في البداية، وفجأة بيخرق كل قوته مرة واحدة وكأنه بيتحول، بس قوته بتخلص بسرعة وبيقع على الأرض وبيكون تعبان. فبيروح عشان يستريح تحت الشجرة دي، وبيكون زعلان إن تدريباته وتعبه شكلهم هيروحوا على الفاضي. وأول ما استعراض المهارات بيخلص وسو بيكون واقف وزعلان، والمعلم دايوم بيقول لكل التلاميذ بس ممكن يتدرب أكتر ويحاول يعوض السنة الجاية. المعلم دايوم بيتواصل معاه عن طريق التخاطر وبيقول له إنه بيتكلم معاه بالتخاطر عشان ما يحرجوش قدام باقي زمايله، ولأنه بيكون ملاحظ إن شو زعلان بعد، وبيفتكر كل الصعوبات اللي عدى بيها. بعدها شو بيكون قاعد كده من غير ما تخلص بسرعة ولا حتى جسمه يتدمر، وفعلا بياخد بعضه وبيروح للمكان اللي كان قابل فيه المقنع أول مرة. بيقول له أخيرا جيت، ده أنا كنت مستنيك بقالي كتير. وبيقول له إنه مش هيستسلم وهيكون أقوى مطلقا ويقدر يتحكم فيها. لازم الأول يلاقوا التنين الأسطوري. بعدها بياخد منه الحجرين النيزكي المندمجين، وبيقول له إن الحجرين دول بيكونوا عبارة عن مفتاح زي ما قلت لك قبل كده. وعلى طول بيرفع الحجرين المندمجين لفوق، وشو ما بيكونش فاهم حاجة وبيسأل المقنع هي إيه الكائنات دي. فعل تعويذات سحرية في قوته السحرية وبيهاجم الأرواح لكنها بتتجدد من تاني. بس المقنع ما بيستسلمش وبيقدر يحبسهم عن طريق سحره. وبيلاقي في وشه غرفة خارج منها ضوء، فبيدخلها وهناك بيلاقي الأداة السحرية للتنين الأسطوري موجود جواها. وأول ما بيجي يلمسها فجأة الأداة السحرية بسحره، وبيقول لشو لو يدخل لجوه بسرعة قبل ما الأرواح تحرر نفسها، لدرجة إنه بيقدر يخرج أشعة ليزر من عينه. الأداة السحرية بتطلع ضوء شديد وبتدخل لجسم شو، وبعدها بيخرج من المكان بيكون قادر يطلق ضربة من الطاقة. شو بيكون لما بتلاقيه شو في المكان فبتسأل باي عليه. المكان كان عشان يتكلم مع الشخص المقنع لكنه بيلاقيه اختفى، وكمان المكان اللي كان داخله بيختفي، والشمس بتكون خلاص بتشرق. وشو بيقول إن ميعاد الاختبار النهائي النهاردة ولازم ما يتأخرش عليه. الاختبار هيكون عبارة عن قتالات فردية 1 ضد 1، لكنه بيقولها إنه ما شافوش من امبارح. بنروح بقى للمعلمين وهم بيتجمعوا وبيقعدوا على الكراسي بتاعتهم. بيكون باي ضد الواد المتني ده واللي بيكون لقبه الأمير الوسيم. بعدها الواد المتني بيهاجمه. لما القتال بيبدأ باي بيرميه وبيتشل حركته وبيوقعه وبيكون خلاص هيضربه، وبيتم الإعلان إن باي هو اللي فاز في القتال. وبعدها بيدخل تلميذ ورا التلميذ لحد ما بيجي الدور على لان اللي بتقدر تهزم خصمها بكل سهولة. وأثناء باي ما كان بيتفرج على القتالات بيشوف شو وهم بيتكلموا وبيتنادي على اسم شو اللي كان وصل للمكان أخيراً. شو اللي بيطلع على الحلبة وبيكون خصمه الشخص ده هو اللي بنعرف إن اسمه نانو، عشان يطلع على الحلبة ويقاتل ويشرب السيف بتاعه ويبدأ القتال ما بينهم. اترمى على الأرض، لكن المفاجأة إن شو كان قدر يتصدى لسيفه، وكل اللي شافه بتطيره اللي بعيد وبيخلص مكان تاني. بنشوف غراب الدم بعد ما دخل الأكاديمية مع أتباعه. استغراب اللي موجودين إن شو أغمى عليه. بيقول في نفسه إنه أخيراً بقى قوي جداً ومحدش يقدر يهزمه، لكنه مرة واحدة بيحس بدوخة وبيغمى عليه. أول ما المعلمين شافوا الأقنعة اللي لابسينها بيعرفوا إن دول أتباع معبد ميو. بيقولهم بيتواصل مع التلاميذ عن طريق التخاطر، وبيقول لهم إنهم ما يخافوش ويخرجوا من ساحة الاختبار بسرعة. وأتباع المعبد بدأوا يهاجموا التلاميذ، والواد ده بيكون هيقتل الشخص اللي في إيده، وبعدها الأعداء بيشيلوا التلاميذ. بيقاتل الأعداء بكل قوته وبيخلص على 3 منهم بضربة واحدة، بس المعلمة شو بتدخل وبتخلص عليه، وبعدها بيقف قدامه وبيكون هيهاجمه. وبنشوف بيونج واللي بيكون واخد شو وبيهربوا من الأكاديمية. والله أنا ما كنتش مرتاح لك من أول ما شفتك يالا. بيونج بيوريله الرمز ده فبيسيبه وبيفجره. بعدها بنروح لباي اللي بيطمن على شو وبيحاولوا يفوقوه، بس بيقول له ما شفتكش من زمن بعيد يا فينج تيان. أثناء ما هو كان بيبص على شو بيجيله مدير الأكاديمية وبيهاجمه. الأكاديمية بيظهروا وبيحوطوه من كل مكان وبيكون معاهم لانج، بس المدير فينج بيقول لهم يتخلصوا من باقي الأعداء ويسيبوا له العبيد ده. وكل اللي موجودين أول ما بيعرفوا إن المدير بيكون هو فينج تيان بيتصدموا. بعدها غراب الدم بيقول له إنه جه، وبعد ما لانج بيمشي مع باقي الجنود المدير فينج بيقول له الغراب الدم إنه كان عارف بكل حاجة هو بيخطط لها، وكمان هو عارف إنه اللي خلى شو يحصل على الأداة السحرية اللي موجود فيها التنين الأسطوري
عشان الحاجز السحري اللي كان متفعل على الأكاديمية يضعف ويقدروا يخترقوه مع أتباعه. وبنعرف كمان إن الحاجز السحري كان بيستمد قوته من الأداة السحرية، بس بعد ما شو خدها فهو ضعف، وبكده غراب الدم قدر يدخل مع أتباعه الأكاديمية من غير ما حد ياخد باله، وبيهاجم عليه منهم، وكمان بيديله ضربة وبيفعل قوته وبيتحول لوحش وبيبعدوه عنه. ده بيفضل يهاجم عليه بهجمات سريعة ومتتالية، على طول بيهاجم المدير بهجمات قوية جدا جدا. وفجأة جسمه بيبدأ يحصل فيه حاجة غريبة، لكن برضو كان مدير فينج بيستخدم واحدة من مهاراته وبيقدر يستدعي كائن من الضوء، الكرة الكبيرة واللي كانت واقفة جنبه، وبيقوله لو قربت مني هخلص عليها. لكن بيكون لسه هيخلص عليه، والمدير فينج بيستغل اللحظة دي وبيسدد ضربة لغراب الدم عن طريق كائن الضوء ويفجر المكان بالكامل. البنت برضك ما كانتش سهلة، وبتقول في نفسها إنه كان بيستغلها كل الفترة دي، وعشان كده هي ما أنقذتوش. وبعدها بيرجع لهيئته العادية من تاني، وهو عارف إنها آخر فرد متبقي من عشيرة لو. وبعد ما الموضوع اللي هم فيه يخلص، هو هيتكلم معاها ويعرفها كل حاجة هي عايزاها. بعدها المدير فينج بيروح لها وبيتكلم وبيسيبه في ظهره، وأول ما بيخلص كلامه معاها بيسيبها وبيكون رايح عشان يطمن على شو. بس المساعدة بتاعته يا بنت الغدارة دي، أم الغباء، هو خدها ورباها وافتكرها مجرد طفلة يتيمة، بس هي في الحقيقة بتكون بنت ملك التنانين وجت لهنا عشان تحرر والدها. وفينج بيسأل هي ليه عملت كده، فقالت له إنه ستم والدها وبيحاصروهم. وبعدها بيظهر أتباع معبد ميو في المكان، ولبستها لبس عشان محدش يقدر يعرف إنها مجرد دمية، وعن طريق الدمية دي قدرت تقنع شو إنه ياخد الدمية. بتكمل كلامها وبتقول له من هنا أخيرا قدرنا نكتشف وناخد الأداة السحرية اللي بتمد شو. أول ما بيسمع كده منها بيحاول يصحى شو، لكنه ما بيستجيبش ليه، الشخص المقنع واللي بيكون مجرد دمية. والاتنين العظيم بيرحب برجوع ملك التنانين، وعلى طول ملك التنانين، بس في الحقيقة شو بيكون موجود في الفضاء اللي ملك التنانين موجود فيه، وبيكون سامع صوت باي، ولكن قدر يستحوذ على جسم شو. الراجل التنانين بيمسك شو وبيقول له إن جسمه بقى ملك ليه دلوقتي، وبيبص لكل اللي موجودين وبيتحكم فيه براحته. وده لأن الجسم اللي ملك التنانين مستحوذ عليه هو جسم شو اللي بيكون ضعيف جدا. بس ملك التنانين بيختفي وبيروح عند بنت، بس فجأة الجسم بتاع شو بيكون ضعيف ومش هيستحمل قوة ملك التنانين، وفي انفجارات كتير في المكان، وكل الحراس بيتشجعوا وبيحوطوا ملك التنانين وكمان أتباع معبد ميو. ماشي بيوصل للمكان وبنعرف إنه اللي عمل الانفجار في المكان، وفي قنابل على شكل عيون بتتحدف على المدير، وبتظهر رين في المكان وهي اللي بتكون عملت كده عن طريق قدرة عينيها. الانفجارات دي ومرة واحدة، وكمان بيظهر شانج واللي بيفضل يشتم في المدير وبيقول له إنه هيموت قريب. وشانج بعدها بيستعمل قوته وبينتقل هو واللي معاه لمكان تاني. بعدها المدير فينج بيقول للمعلمين إن الختم اللي ملك التنانين كان محبوس جواه اتكسر، ولو هم ما جددوش الختم من تاني خلال 4 ساعات ملك التنانين هيرجع لقوته الأصلية وهيدمر العالم. النهاية، المعركة النهائية والهزيمة. بنروح بقى لبطلنا شو، واللي ملك التنانين وقتها كان بيستعمل قوته عليه عشان يسيطر على جسمه بالكامل ويقدر يرجع لقوته القديمة. وبيكون ماشي مع مجموعته وبيوصلوا لمدينة مدمرة دي، وبتكون هي دي ساحة المعركة اللي فينج تيان هزم فيها التنين الأسطوري قبل كده. وقتها كان ساشي شايل ملك التنانين، وهي بتقول لساشي إنه يدخل ملك التنانين لجوه جسمه ويستحوذ عليه، أما البقية فهم يحرسوا المكان. لكن شو بيقول له إنه مش هيخليه يسيطر على جسمه مهما كلف الثمن. بس ملك التنانين بيضحك على كلامه وبيبصله بنظرة كلها استحقار. نروح بقى جوه وعي شو، وملك التنانين كان لسه بيحاول يسيطر على شو، بس بتوقفه وبتسأله لو كان عارف بكل اللي هيحصل النهاردة. إنه فعلا كان عارف اللي هيحصل، وده لأنه انضم لمجموعة شانج. قال لها إنه كان عايز يحصل على القوة، فراح لشانج وطلب منه إنه يدربه، وشانج قال له إنه لو انضم لمجموعته وساعده إنهم يمسكوا شو فهو هيدربه وهيخليه أقوى من أي حد في الأكاديمية. شياو بتقول له يعني أنت اخترت إنك تخون أكاديمية تيان، وأنا استحالة أفضل مع واحد خاين زيك، ولازم أروح عشان أحاول هأنقذ. بتقوله الكلمتين دون وبعدها سابته ومشيت، وما بتكونش مصدقة اللي سمعته، وكل أتباعه كانوا مستنيينه بره المبنى. على الناحية التانية ملك التنانين بيلاقي مدير فينج والحراس وبيستعدوا عشان يقتلوهم، وهم بيكونوا منحنيين احتراما ليه وبيهجموا على المدير فينج وأتباعه، وكمان بتخرج شياطين من المباني. المدير بيقاتل بكل ضب أتباع ملك التنانين فينج تيان، أما المدير كان بيقاتل. وعند شو هو بيكون لسه بيقاوم السيطرة بتاعة ملك التنانين، لكن في النهاية جسمه بيبدأ يختفي، وبيفتكر كل ذكرياته والناس اللي بيحبها، وشكله خلاص بيلفظ أنفاسه الأخيرة. بتروح لشو وبتحاول تفوقه بس مفيش أي فايدة. بس في العالم الواقعي بتكون لان شو ذكرياتها وبتفكر في طريقة تفوق بيها. على طول خلعت الرداء اللي بيحول شكلها لراجل،
بتقول في نفسها إن ممكن الطريقة دي تقدر تفوقه. أول ما هيشوفها بيكون ملك التنانين هيسيطر عليه خلاص، بس بتخلي شو يلمس البلورة اللي في راسها من تاني، واللي بيكون عمل الهجوم ده هي لان بعد ما دخلت لوعي شو بيفوق، وأول ما بيشوفها بيسألها هي بتعمل إيه هنا، فقالت له إنها جت هنا عشان تنقذه. بس مرة واحدة ملك التنانين بيقطعوا كلامهم وبيهاجم لان. الواد بيشغل دماغه أخيرا وبتتفادى هجماته، وقوته لما بيشوف لان عشانه بيستجمع شجاعته العالم. ومرة واحدة ظهرت له طاقة غريبة من عدم، اللي كانت منتشرة في المكان بدأت تختفي، وفي العالم الواقعي بيحصل انفجار كبير. وأول ما شافت كده أمرت الشياطين إنهم يهجموا عليهم. بعدها شياو بتوصل المكان وبتلاقي المدير فينج متصاب فبتستعمل، بس المدير فينج بيقوم بعد ما اتعالج وشكله مستحلف له وعايز يخلص عليها، وبيهاجم على ملك التنانين بهجمة من الطاقة لكنه بيقدر يتصداها. بس شو بيستخدم القوة اللي خدها من لان وبيستعمل النباتات وبتقدر تمسكه بالكامل. وشو بيكون لسه هيضربه لكن ملك التنانين بيقدر يحرر نفسه في آخر لحظة. شو بيهاجمه بإيده وبرضه بيقدر يتصداها من تاني. ولان في الوقت ده بعدها بيضرب رجله في الأرض وبيخرج قوة كبيرة من حواليه وبيتحول لمكان مليان سحر. وملك التنانين بيفعل قوته من تاني وبيتحرك في الأرض وبتخرج طاقة كبيرة. وشو بيمسك لان وبيفعل درع الطاقة بتاعه وبيقدر يتصدى للطاقة دي. اتفك من ايد شو وبتقع من فوق الصخرة اللي كانوا واقفين عليها لتحت، بس شو بينزل يطمن عليها وبيعرف إنها كويسة. ولان هي كمان بتتدخل وبتخرج النباتات بتاعتها قدام ملك التنانين، لكنه أول ما شو بيتعصب والغضب بيسيطر عليه وبيجري ناحية ملك التنانين. سلام بتسحب شو بالنباتات بتاعتها وكمان بتقف قدامه عشان تحميه من الهالة القوية اللي خارجة من ملك التنانين، وبسبب اللي عملتها ده بتتصاب. دمر النباتات بيخرج له شو فجأة وبيديله ضربة قوية أثرت عليه، بس لكنها بتقوله إن هي ما ندمتش عشان أنقذته، ده لأنها كانت بتحبه وطاقتها الروحية كانت عمالة تتسحب وتروح لملك التنانين. بطلنا ما كانش مصدق إن لان بتموت قدام عينه وبتقع على الأرض. شو بيمسكها بس فجأة طاقتها الروحية بدأت تخرج من جسمها